بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستهلكون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الحلقة الأخيرة بأن الحلقات المجية إن شاء الله تعالى غادي نبقاو على حاطين على وزارة الفلاحة في بلادنا، سواء في العهد ديال الوزير الفلاحة السابق اللي هو الآن رئيس الحكومة، وسواء في عهد الوزير الحالي اللي كان سابقا الكاتب العام ديال وزارة الفلاحة. أستهل حديثي بواحد التصريح يا ليته لم يصرح به السيد رئيس الحكومة، وأستغرب واش هو كان واعي بلي كيخاطب المثقفين المغاربة ولا هاد الناس كيعتبرنا مداويخ لا نحلل ولا نقرأ بين السطور وكنقراو حتى الرسائل. الوقفة جا شوية سخون في الكلمة ديالو، جا متحمس فيها كأنه بغا يبشرنا بشي حاجة استعوج بأنذرنا بأسوأ المسائل. قال بأنه هاكا تقريبا بهذا المعنى هذا، بأنه راه هو بغا يعبر على شنو اللي كينتظرنا في قضية المياه. قال لك إلا كانت قضية لا غير قضية التعليم، قضية الأساتذة قضية ساهلة هذيك ماشي مشكل، والواعر هو اللي جاي، الواعر هو اللي كينتظرنا مستقبلا، وكيعني الفرصة المائية في المغرب والخزينة ديال السدود. هنا كتستوقفني هذه الكلمة ديال لا غير قضية الأساتذة، مسألة ساهلة. وبالله عليك واش هذا كيفكر بطريقة ديال العقلية ديال رئيس حكومة؟ هضر كيهضر بحال كأنه يخاطب الموظفين ديالو في إطار إحدى الشركات ديالو، ماشي كيخاطب الشعب المغربي. نسى بأن هناك مسؤوليات على داكشي كيقول. إلا كان السيد رئيس الحكومة كتقول بأنه إلا غير مسألة الأساتذة هي ما ساهل حلها، إذن علاش خليتي ولادنا متشردين في الشوارع؟ علاش خليتي المسألة معلقة كما درتي في البلوكاج في الحكومة السابقة ديال بن كيران؟ ها انت عاوتاني درتي لو ميم بلوكاج كأن شيء لا يهمك. ما نقولش بأنك ما عرفتيش الآثار، بل لا تهمك الآثار باش تقول بأنها سهلة. إلا كانت سهلة علاش ما حليتيهاش؟ كتظن بأن ولادنا يبقاو في الشوارع بدون تعليم وسنة بيضاء ويبقاو يتألموا أمام العائلات ديالهم، وعائلتهم كتألم أمامهم، ما عندهم لا حل وهم يحزنون، وتجيك ديك مسألة سهلة؟ حنا بالعكس كناخذ ديك المسألة بأنها أكبر وأخطر من القضية ديال الماء اللي انت كتشير ليه، رغم أن الماء عنده أهميته، لكن من حيث الأهمية نراجع ماشي غير الإنسان في المجتمع المغربي، الطفل المغربي والأب المغربي والأسرة المغربية هانت عليك مقابل هذا المشكل ديال الماء اللي هو المسؤول على هذه المسألة هذه. أنت في وزارة الفلاحة، ووزارة تجهيز في عهد السي بن كيران وعهد السي العثماني، ووزارة تجهيز حاليا هي الآن باقا كتحمل في الحكومة ديالك. إذن مسألة طبيعية عادية جدا سهلة، ملي كتسهل علاش ما حليتيهاش؟ الناس كينتظروا الأساتذة هادو، اش كينتظروا منك؟ والذي أحييهم من خلال هذا المنبر هذا، كينتظروا منك تعطيهم التعويضات ديالهم، وهذا 1500 درهم كدير كأنك بحال صدقتها عليهم بأن راه تكلف وكذا، وسير كتهددهم بمصير أسود اللي يمكن يوصل حتى للطرد والإقالة والويل الحال، وتقطع لهم المنضات وتعاود تشرد العائلات ديالهم. مئات الآلاف ديال الأساتذة ما راعيتيش ولادهم، ما عرفتي العائلات ديالهم، ما راعيتيش الأزمة ديال البلاد، ما راعيتي حتى حاجة. راه هذا كنسميوه مع كل احترامي ليك كنسميه التهور السياسي. داكشي علاش حنا رجل أعمال ما كنبغيوش يمارس السياسة، حيت ما عندوش قلب نابض في وسط الصدر. عنده كالكيلاتريس، عنده اورديناتور، عنده ارقام، عنده بورصه، عنده هذا الشيء اللي كيهمو هذا. اما لو ان واحد من خرج من رحم الشعب وتكون في رحم الشعب في المآسي ديال الشعب وترقى في المجال السياسي حتى وصل لمناصب
مناصب كبرى ما يهضرش بهاد الطريقة هادي. عمر الطريقة هادي ما هضر بها السي عبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه، وعمر ما هضر بها السي السي آآ أدري السراجيم، ما هضر بها الأستاذ يوسفي الله يرحمه، وعمر ما هضروا بها الوزراء اللي كانوا معاهم في داك العهد ديالهم، وعمر ما هضروا بها أحزاب، رؤساء أحزاب اللي هي بقات مراحم الشعب، عمرهم ما هضروا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة بهذا الأسلوب هذا. علاش؟ حيت ناضين عارفين نبض شي الشعب. صحابك هما صعيب عليهم باش يقولوا هاد الكلام اللي كتقول، وصعيب عليهم يخرجوا ويهددوا راه ما صعيبش عليهم، ولكن عارفين العواقب ديالو وعارفين الآثار ديالو، حيت هادوك راه عاشوا معانا، راه كلاو في المجبنة وكلاو عظمو الرايب وكلاو سايكوك وكلاو اللوبيا والعداس وجات الأزمات عليهم، خطرا تخلص وتخرج، خطرا جاع، خطرا شبع، خطرا حتى من بعد تلقاو إن شاء الله فتح عليهم الله ولاو بخير شوية لاباس، وما عاشوا. انت ما عشتيهاش السيد رئيس الحكومة ملي كتقول بأنه المشكل ديال لا غير المشكل ديال التعليم حلو ساهل. 7 د المليار كتقول انت 10 د المليار رغم شي كيقول 7 د المليار، انت كتقول 10 د المليار وتصور 10 د المليار ديال الدرهم، وهاد الناس باش داكشي 1500 درهم اللي عطيتيهم كتسمع بحال صدقتها عليهم. السيد رئيس الحكومة الله يهديكم، خصكم تفهموا هاد القضية هادي. الشعب المغربي الله يرضي عليكم إلا ما حاولوا تفهموا هاد الناس كي كيفكروا، راه هاديك أموال الشعب، هاديك من أموال دافعي الضرائب، راه ما كتعطي حتى حاجة من جيبك، راه ما بعتيش للمؤسسات ديالك باش تخلص الأساتذة. هاد الأساتذة هما اللي كيكونوا الأجيال، هما اللي كيكونوا رجال الغد ديال المغرب، وتقول 1500 درهم زيد عليها 1000 درهم ما عرفت من هاديك مجرد غير تراكمات ما كملتيهاش. شي التراكمات اللي كانت في الزياده ديال الاجور ديالهم اللي كانوا كيسالوا عقود معينه ما عمرها داتهم، هذيك 1500 درهم ما قداش، على اساس انك تنصفهم ويشدوا المستحقات ديالهم اللي كانوا كيستحقوها، خليتهم تفقروا جاي وكتناور. راه ما كتجيش مباشره تقول حنا واش داخل انت واش داخل في شي حرب مع شي دوله خارجيه، راه ولاد الشعب هذوك يا اخي. اجي قول لهم بالطاح مرشد بلاطي والناس وكتقول 10 المليار، يلاه تحاسبوا 10 المليار في عام. حسب انت في 10 سنين شحال كلا صندوق المقاصة، ماشي صندوق المقاصة، شحال كلا القطاع الفلاحي ديالك اللي كنتي تكلف به في الحكومة السابقة، شحال كلا في 10 سنين وحسب تقارير رسمية كلا 210 ديال المليار. راه قلتها في الحلقة السابقة. إذا حسبنا هاد 10 المليار ديال الأساتذة اللي كتقول انت كثيرة ما عندك فين تحرم، عندك ما تزيد عليها، شحال من عام هذيك باش يكملوا هما 210 المليار؟ راه فايتة 20 عام، في 20 عام 20 عام يلاه راه 10 سنين غادي يلاه يكملوا 70 مليار ديال الدرهم، 10 ولا 100 مليار ديال الدرهم، 20 عام 200 مليار ديال الدرهم، زيد عليها واحد 10 سنين أخرى هي 30 عام. 30 عام تصور 30 عام غادي يبقى اساتذه مساكن كيتخلصوا بديك الجدريه اللي كنتي عطيتيهم اللي وعدتيهم بها واللي كتحاسبهم وكتقول لهم كتعدهم بان غير خذوها ولا غندير لكم غنفع لكم. انت راك ضربتيها القطاع ديالك كلاها عباد الله في 10 سنين. صندوق المقاصة يسير حيدتيه المواطنين، جيتي كتناور معاهم القضيه ديال كتقولوا بان بديت تحرر بديت تصلح بريتو صندوق المقاصة في 10 سنين. وشنو عطيتينا في هذا القطاع الفلاحي اصلا؟ عطيتينا والو. مشات 210 مليون ربحات فوخ نفخات كروش صحاب الكروش، ونفخات رؤوس الاموال ديال اللوبيات ديال التجار المستثمرين الكبار في القطاع الفلاحي، في قطاع اللحوم، في قطاع جميع القطاعات اللي كتعلق بك، في الصيد البحري. ولكن اشنو استفد المواطن من هذا الشيء هذا؟ هذا المغرب الاسود اللي سميتيه المغرب الاخضر اشنو عطانا؟ شنو خضوريه عطانا فقر، عطانا فرصه مائيه اللي انت دابا كنهضروا عليها غادي نهضروا عليها دابا، عطانا غلاء، عطانا امراض بالاسمده والمبيدات الكيماويه. المغرب لا جبتي هذا المغرب الاخضر ضحكت علينا به.
هذاك ماشي مخطط للشعب، هذاك مخطط ليك أنت واللوبيات اللي كاين في القطاع الفلاحي هما اللي كتسمن فقط لا أقل ولا أكثر. ما حنا بالعكس، حنا درتي منا بقرة عجاف، أما السمان راه تكلفتي بهم أنت. واستسمح على خاطرك السيد رئيس الحكومة، كنعطيك صوت الشعب، أنا واحد من ولاد الشعب وكنهضر معاك بلغة الشعب. أنا إنسان فقير، أنا إطار وطني، أنا فقير حتى أنا كنعاني ومن حقي باش نهضر معاك وحاس بالضربة اللي كيحسوا بها ولاد الشعب. باش يكون في علمك أنا ما مشيت حبك أنا مبرع ولا بحال، أنا ما عنديش، حتى أنا راه عندي واحد السميك صغيور واحد ما كامل حتى سميك، إلا زدتي عليها فلوس ديال الدراري ما كنوصل حتى يلاه كنوصل تقاد مع السميك. ولا دابا تسمع الكلام ديالي ماشي كلام، ما تعتبروش كلام جارح، هو كلام نابع من القلب، من المعاناة اللي أنا كاينة في قلبي كما كاينة في قلب جميع المواطنين. راه عمرنا ما نسمحوا لك بهاد القضية هادي. إلا ما حاكماتكش المؤسسات ديال الدولة غادي يحاكمك ضمير الشعب، والحكم ديال ضمير الشعب لا يموت ولا ينتهي. غادي تموت ب100 عام وغادي يبداو يذكروك ولاد ولاد ولادنا وأحفاد والأجيال الجاية، وغيجيو يذكروك بأسوأ ذكر، ويبقى الدعاء انت لهيه وباقي الدعاء تبعك لهيه، لأن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ونجيو القضية ديال الماء شكون الماء فيه شكون يديه لينا؟ الفلاحة. كنا في المغرب مبرعين السيد رئيس الحكومة، السيد وزير الفلاحة، نخاطب فيك وزير الفلاحة ونخاطب فيك رئيس الحكومة ونخاطب وزير الفلاحة ونخاطب فيه الكاتب العام الحكومة. كنا مبرعين الحمد لله وشكرناه، كنا مبرعين كناكلو بيو، داكشي بيو بيو بيو، ملي كنعقل في الصخور الحمد لله الخضرة موجودة بأنواع وفريش هاكا كدير. اللحوم كذلك، اللحم كتشويها كتشم الريحة ديالها، كتعرف كتشم اللحم، ما حنا كنشمو الحريق ديال شي حاجة سميتها اللحم، الريحة ما عمرنا شمينا ريحة اللحم. الدجاج كان الدجاج داك طري، فين كنا كنعرفو كاع الرومي أصلا، كنا عايشين غير بالبلدي، غير بالبلدي، شدو الدجاجة وديوها عند الحجام ودوز عليها وخليها تركل وشوفوها كتركل ودوها للدار ونفرحو وناكلو. عمرنا ما شرينا القشوش في حياتنا، عمر العائلة المغربية ما شرات القشوش في حياتها، عمرها ما شرات الدجاج ب10 دراهم و5 دراهم، حتى لدابا حتى القشوش ولا مساكن غاليين عليهم، كيمشي كيقول مول الدجاج واحد 5 دراهم الله يرحم الوالدين. عمر المغربي ما شراش القمح ب40 ريال 30 ريال درهم 2 دراهم. أنا إلا جيت نبقى نقلك المأساة ديال المغاربة اللي كنعيشوها حنا كفقراء غادي نبقى نهضر لك حتى الصباح وما نساليش، حيت مأساة ديال الشعب مأساة كبيرة جدا. حنا كنا عايشين بخير، كان القمح الحمد لله، كان الديسير حتى هو، باش ما نقولوش ما كاين الديسير وكاين كلشي، ما كاين الفرشة المائية الحمد لله هنا عندنا ناضية، حفرت 2 متر 3 متر و5 متر و7 متر وكيخرج لك الماء. دابا حفر 200 300 متر وما كاين والو نهائيا. ولاو بعض الفلاحة القدام باعوا الأراضي ديالهم وردوهم بوقع ديال التجزئات إلى آخره. كان القمح كان الفرينة كان السكر منظر، كان على الجديد كان الحليب ديال البقر، تصور كيجينا حتى ديورنا في الغرارف وكيتفرقوا في الدروبة، كنا عايشين واحد حتى جيتي تسلطتي علينا، تسلطتي علينا بمعنى الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا كنعتبروها ابتلاء من عند الله عز وجل، والله يغفر لنا بها الذنوب، ولكن لا نسامحك، لا نسامحك نهائيا. لا انت لا هادوك اللي كانوا معاك في الحكومة السابقة، ومنهم السي بن كيران ومن معه. أنا دوك هضرتهم تاني أخرى، ما كنهضرش على الحزب، كنهضر على الأشخاص اللي كانوا كيمثلوا الحزب كيحكونا باسم ذاك الحزب. هما الحزب ديال بن كيران فيه ناس هما شرفاء، ناس يغادروا كاع، اللي غادروا مساكن الحم حشموا مرقوا من خلال مسؤولية التصرفات ديال المسؤولين ديالهم، المنهجيات ديال التدبير ديالهم ديال الشأن الشعبي. البقر كذلك، اللحم كناكلها بخير، ما مريضة ما يحزن تقول لا خدام عايشين بخير وعلى خير. حتى جانا هاد المغرب الأخضر ديال هاد المغرب الأسود، مشات الفرشة المائية كناكلو المواد الكيماوية، الأسمدة قوت الأسمدة
قتلتي الأرض، قتلتي الفرصة كانت تشتري مكانش، راه كانت ديك الساعة كانت الفرصة المائية عندنا تبارك الله قوية جدا، كانت غنية بالفرصة المائية ديال المغرب، وكانت تشتى الحمد لله لأن كان كانوا الصالحين دوك اللي كيسيرونا كانوا صالحين، كانت تشتى ربي ديما كيكرمنا، أما حتى الشتاء جاتنا ربما جاتنا بكم نتوما، ربما هذا عقاب، لأن بصراحة غير البعض من الشعب المغربي الله يغفر ليه ما عندوش ثقافة انتخابية، وعلى حسن النية مساكن هما اللي يصوتوا عليكم، عرفت كيفاش قعدتو تسلطوا على الرقاب ديالنا. على كل حال خلينا هاد المواضيع الجاية، نكملو على القضية ديال السيد وزير الفلاحة الأستاذ الصديقي، نهضرو على كنا هضرنا على مطيشة داك الوقت، لأن هما كيقولو بأن راه كاين أزمة البرد، كاين أمراض في الخضرة، كاين أمراض في الطماطم، كاين حشرات، كاين. وأنا أقول للسيد وزير الفلاحة الأستاذ الصديقي، لأن شحال من خطرة زلقتي ووعدتي بشي حاجة وقلتي شي حاجة ما كايناش أصلا نهائيا، ما عندهاش علاقة بالواقع ديالنا. هاد الحلقة هادي باش ما نطولش، غادي نقول لك راه قضية الطماطم. كاينة واحد الجريدة كان العنوان ديالها الكبير: إسبانيا تراهن على خضر وفواكه المغرب. كنهضرو على إسبانيا باش تعرف بأن منين جات الغلا، باش يعرفوا المغاربة منين جاتنا الخضرة، راه ماشي راه كاينة الخضرة مغاربة، راه كاينة الخضرة، كاين الفواكه تبارك الله، كاين، إنما التصدير عباد الله. هاد الناس كيصدرو وكيجوعونا حنا، ياخدو واحد الكوطا صغيورة ومازال كيلوحو يترامو على هادوك الوسطاء، وبداو يزيدو في الثمن ويسطوها المواطن إلا بعد الثمن اللي هو مضاعف 3 ولا 4 5 المرات. كاين واحد ما يسمى بالاتحاد الإسباني لرابطة منتجي الفواكه والخضروات. هاد الرابطة، الاتحاد ديال الرابطة ديال المنتجي ديال الفواكه والخضروات في إسبانيا، تصور إسبانيا كتستورد منا، والمغرب ولا من كبار المصدرين ديال الخضر والفواكه لإسبانيا، وتعتمد عليهم إسبانيا بعد فرنسا. المغرب جا حدلا بعد فرنسا، إذا المغرب في المراتب الأولى ديال التصدير. كاين المغرب، فرنسا تبعها المغرب، تبعها البرتغال، بليتو كوستاريكا، عاد البرتغال، عاد على ما أظن البيرو وهولندا، إلى غاية كنعطيكم الأرقام إلى غاية 2023 شتنبر 2023. الصادرات ديال المغرب من الخضر والفواكه كانت القيمة ديالها 664 مليار سنتيم، معنى 664 مليون يورو، ضربنا اليورو غتخرج أكثر من 664 مليار. معدل ديال 476 ألف طن، 476 ألف طن. أنا السيد وزير الفلاحة ما كايناش حشرة، ما كاين والو ياك، وغالبا كتعرف هادوك الناس إلا كان شي حاجة راه ما يدوزوهاش ليكم البيو اللي كتصيفطو ليهم. 476 ألف طن، وحنا خليتونا كنشرو مطيشة ب 13 14 درهم، وكنشرو بطاطا ب 8 دراهم و 10 دراهم، يلاه ديما كدير 6 7 دراهم. ربي واش مسيعر عليكم، وتاني كتكذبوا علينا. خلي المسائل الأخرى غادي نجيو لها من بعد. والله العظيم ما عرفت واش كنعيا باش نقول هاد الشيء ولا غير كنعيي راسي. أنا غنخاطب المغاربة في هاد القضية، المغاربة كونوا على يقين، هاد الناس راه كيكذبوا علينا، كيضحكوا علينا. 476 ألف طن وخضرة بيو، عرفتي ملي كدوز لجمارك إسبانيا راه ماشي شي حاجة ساهلة. هذا غير إسبانيا، ما ذكرناش البلدان الأخرى ديال أوروبا، ما ذكرناش إفريقيا كاملة اللي كنصدروا ليها. إذا اش غيبقى لينا؟ راه مسألة طبيعية باش نشريو بطاطا بداك الثمن، ونشريو مطيشة بداك الثمن، واللوبيا بداك الثمن، ومسائل اللي ما كاينش القدرة الشرائية ديال المغاربة أنها باش تقاد معاها.
واش هذا تدبير فلاحي اللي هو جيد اللي كيراعي الاكتفاء الذاتي ديال المغاربة؟ واش هذا تدبير فلاحي إداري جيد اللي يمكن يستجب الحاجيات ديال المغاربة بأثمنة اللي كتناسب مع القدرة الشرائية ديالهم؟ من هنا جينا الغلاء، وانتم اللي تسببتوا في الغلاء كما تسببتوا في الجفاف. الجفاف ماشي في السما من جانا، الجفاف جانا من التحت، من عندكم نتوما، من طريقة الزراعة ديالكم اللي كنتو كتزرعوا، النوعية ديال الزراعة اللي كنتو كديروا اللي كتستهلك الماء أكثر. غنجيو ليه في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. إذا انتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى، غادي ناخدو واحد القطاع ديال اللحوم في المغرب، وفيه غادي نقول لكم واحد الخبر إن شاء الله تعالى لا يبشر بخير بالنسبة للشهور الجاية، وخاصة بالنسبة للعيد الكبير. راه بداو من الآن كيفرشوا لينا. غنهضر لكم على اللحوم، القطاع، باش تعرفوا يا المغاربة، الله يجزيكم بخير، تعرفوا بأن السياسة تدبير السياسة ديال هاد الناس اللي كيدبروا بها الشؤون ديال الشعب كانت كلها سياسات خاطئة، كانت إجرامية وقفص الاتهام خاوي. فين المبدأ ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ كيف ينتقل واحد الوزير اللي كان وزير الفلاحة، اللي خرج على الفلاحة ديال المغرب، خرج على القدرة الشرائية، خرج الصحة ديال المغاربة، وجا في الآخر طلع رئيس حكومة بواحد السهولة ما كتصورش، وفي نفس الوقت ملي خرج خلى الكاتب العام ديالو باش نفس السياسة ديالو بقى مستمر عليها. ما يجيش وزير اخر يقلب ليه المواجع ويفتح الاسرار ويفتح هذاك ديالو حطو تما ديالو، خصو يكمل كانه بحال هو اللي كاين تما. وغالبا الله اعلم حسب تقديري ربما اي حاجه غيديرها تستشر معاه، غادي يكون خدام تيليكوموند على ما اظن. اذا اكتفي بهذا القدر هذا، الى الحلقه المقبله ان شاء الله. استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.